من أكتر الناس اللي قابلتهم بيعانوا بسبب نفسهم ودايما عايشين في حيرة نوعين من الناس. النوع الأول هم الناس اللي هاجروا لأنهم ما كانوش لاقيين الراحة في وطنهم، لكنهم للأسف لما هاجروا برضو ما زالوا مش لاقيين الراحة دي. ليه؟ لأنهم دايما عايشين بمحاولة إنهم يعيشوا حياتهم وإنهم يهربوا منها. الناس دول بقابلهم تقريبا كل يوم. النوع التاني هم العقلانيين اللي عقولهم عارفة الحقيقة لكن قلوبهم رافضة الحقيقة دي بكل أشكالها، وأعتقد أنتم ممكن تذكروا أمثلة على دول لأنهم موجودين في كل مكان. الفكرة أن اللي بيربط الاتنين هو جذر المشكلة تقريبا واحد. النوع الأول كان فاكر أنه لما يغير الخارج فالداخل هيتظبط، وده للأسف خطأ لأن المشكلة أصلا داخلية. النوع التاني كان فاكر أنه بمجرد معرفته بالحاجة حياته هتتصلح، وده برضو خطأ لأنك ما دمت عرفت فالزم. إن عرفت الحقيقة فاجبر نفسك على اتباعها. هنا بقى تتغير الحياة فعلا. سلام.